السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب العالمين. هعمل معاكم النهاردة الرقاق باللحمة المفرومة. هقولكم على شوية تكات مهمة جدا تخلي الرقاق مقرمش ومش معجن ومش ناشف قوي. هقولكم على شوية حاجات في الفيديو، خليكم معايا للآخر علشان تستفيدوا منها. لو أول مرة تدخلي المطبخ عايزة اقولك ان انت هتعمليه بكل بساطة وبكل سهولة. هقول لكم تسويته في الفرن الغاز والفرن البوتاجاز عامل ازاي، وهقول لكم بياخد قد ايه في تسوية. هقول لكم كل حاجة في الفيديو، خليكم معايا للاخر. نقول بسم الله وننزل باللحمة زي ما يكون موجود عندك على حسب الكمية بتاعتك. لو عندك نص كيلو هتنزليه عادي مفيش مشكلة، ياخد بقى صينية مثلا اقل كده. انا بدأت هنا اسخن الصينية بتاعتي حلوة قوي. انا مش عايزة اللحمة تفقد السوائل بتاعتها وتبقى بتشد كده، انا عايزة اعمل لها زي صدمة. هشوحها في البداية بمعلقة فلفل اسمر ومعلقة بهارات لحمة، معلقة من معلقة الشاي الصغيرة. فانا هبدأ ان انا احطهم واقلبهم كويس جدا علشان لونها يفتح كده معايا وتبقى كلها لون واحد. اول ما نزلتها طبعا ما قلبتش علشان حرارة البتاع الصينية ما تقلش شوية. وهنا انا معايا بصلتين، انا فرمتهم كويس جدا بس ما نعمتهمش قوي علشان ما ينزلوش مية كتير، انا عايزاها تستوي في ميتها بس كده. ومعايا كمان فصين توم على حسب الرغبة، لو حابة توم ماشي، مش حابة زي ما انت عايزة، بس بيدوها نفس جميل جدا. فحطيت التوم وهسيبها على النار شوية كده وابدأ واحدة واحدة اشوح فيها وانزل بباقي المكونات. هنا بدأت ان هي خلاص تاخد معايا الصدمة بتاعتها ولونها كله يغير، هبدأ ان انا اهدي عليها شوية على بال ما اشوح البصلة. هنا حطيت معلقة من السبع بهارات وحطيت شوية صغيرين من القرفة، ونزلت معاكم بفلفل، اي فلفل موجود عندك، الوان اخضر اي حاجة. هتحطي واحدة من الفلفل، هتفرميها كويس او تقطعيها كويس زي ما تحبي وتبدأي انك تحطيها. جوزة الطيب هاخد بشرة بس بسيطة منها كده، بتدي نفس حلو قوي. لو متوفرة عندك تمام، لو مش موجودة مفيش اي مشكلة خالص، بتقدري ان انت تستغني عنها. انا حطيت هنا معلقة صغيرة من الكركم تديني لون حلو قوي للحمة بدل ما تبقى بيضة كده. ومعايا هنا 3 طماطميات، انا غليتهم شوية كده زي سلقتهم شوية. بعد اول غلوة اخدتهم ضربتهم في الخلاط كويس جدا وبدأت ان انا احطها. بتدي طعم شوية وكمان بتدي لون جميل جدا. بدأت ان انا اغطي عليها وبعد 10 دقايق هشوفها. طبعا كانت، لو انت محتاجة ونشفت منك او محتاجة انك تحطي مية تقدري تحطي ربع كوباية مية ليها، بس انا بصراحة ما حطيتش مية، انا خليت كل الخضار اللي انا حطيته ينزل المية وتستوي فيها كده. حطيت رشة ملح على حسب برضو رغبتك عايزة ملح قد ايه. وبدأت ان انا ادهن الصينية، طبعا هدهنها دهنة محترمة لان انا هحط الرقاق. الطبقة اللي تحت عايزة القاعدة بتاعة الرقاق تبقى لونها احمر في الفرن بعد ما تخرج، مش عايزاها تبقى ملزقة ولا تبقى طرية ولا تقطعيها من الصينية كده ما تتقطعش معانا، فلازم تدهن الصينية دهنة محترمة. ومعانا الشوربة دي، كان شوربة لحمة كانت عندي انا خرجتها وغليتها كويس جدا وبعدين سبتها تبرد شوية. الشوربة لازم تبقى باردة شوية لان لو انت حطيتيها وهي مغلية وسخنة جامد، عايزة اقولك هتخلي الرقاق يعجن معاكي خالص ويبقى طري بزيادة. فانت لازم تخلي الشوربة بتاعتك دافية مش تسخنيها قوي. بدأت ان انا ابل الرقاق بتاعي طبعا مش مدور، ولو مدور مش هيجيب الصينية بتاعتي، يعني ايه هيبقى الرقاق صغير فيها. فانا جبت الرقاق المربع العادي ده وبدأت ان انا احاول اظبطه، اقطعه نصين، احط الواحدة كاملة على حسب ما تبقى معايا كبيرة او صغيرة. طبعا في الاخر الرقاق هيبقى زي بعضه ومش هتلاقي فيه حتة كده ولا هيبان فيه اي حاجة. بتبدأي بقى ان انت تظبطيه، لو حتة ما فيهاش رقاق ونازلة شوية بتبدأي ان انت تظبطيه كده وتخلي كل المقاس مظبوط على بعضه. ومعايا هنا 3 معالق من السمنة انا سيحتهم شوية، وبين كل راق وراق هدهن وشها كده علشان تبقى مورقة معايا بعد ما اخرجها من الفرن ان شاء الله. هبدأ ان انا ابله كله بقى كده تمام.
واحطها واظبط الصينيه. الصينيه دي بتاخد قد ايه؟ تاخد كيلو رقاق. الصينيه بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده بتاخد كيلو. بتبداي تقسمي الكيلو، نص الرقاق بتحطيه في القاعده من تحت، والنص التاني بتحطيه بعد ما بتحطي اللحمه المفرومه. هتظبط دلوقتي. والورق لما يبقى رقيق شويه بعرف ان انا احطه في الصينيه. لو سميك شويه بضطر ان انا اقطعه علشان اظبطه. خلاص انا حطيت، ممكن اكون حطيت تحت مثلا زي 8 كده رقاقات او 9، وزيهم كمان فوق. هبدأ احط اللحمة وهحاول على قد ما اقدر حتى لو جه مني على الاطراف شوية المهم كده جوه شوية. عايزه اقول لكم ان اللحمه المفرومه لما بتحط عليها طماطم بيبقى طعمها جميل جدا ولونها حلو قوي، افضل ما بتبقى بيضه كده. خلاص هبدأ احط الجزء اللي فوق زي ما حطيت في القاعدة من تحت بالظبط. بنقسم الرقاق او الجلاش على حسب ما انت هتعملي، طبعا بتقسميه. خلصت كده وهبدأ ان انا اقطعه قبل ما ادخله. انا المرة دي عايزة اقطعه قبل ما ادخله. كل مرة لما باجي اعمله بدخلها الصينية الاول الفرن قبل ما اقطعها. النار بتاعة الفرن بتبقى بالشكل ده. طبعا بتبقي مسخنة الفرن قبلها بربع ساعة. لازم تدخلي الحاجات دي على نار سخنة. وعايزه اقولك بعد ما تبدا تحمر شويه وتبدا تشد معاكي كده، هنجيب نص كوبايه من اللبن ونبدا نرشرش على وش الرقاق. اولا هتديها طراوه حلوه قوي، مش هتبقى ناشفه، مش هتشد معاكي، ولونها يبقى خطير. تبارك الله كان طعمها حلو قوي وكان لونها جميل وبألف هنا وشفا. كانت تحفه. يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس علشان اي حاجه انا بنزلها توصل لكم. هنا غطيت بقى الرقاق شويه علشان يطرى حبة، لان اول ما بتخرجيه من الفرن بيبقى ناشف وشادد شوية. بعد كده بيطرى ويبقى تحفة. هوريكم دلوقتي قطعة من الرقاق معانا وهقول لكم عاملة ازاي. عايزه اقول لكم ان هو مورق جدا، مش طري ومعجن من جوه خالص. بيطلع معايا من الصينيه بكل سهوله. يا دوب بس بتفصلي كده على التقطيعه اللي انتوا كنتي مقطعاها بس بتسلكي كده الدنيا. غير كده هو كان تحفة. تبارك الله. ان شاء الله تعمليه احسن من ما انا عملته وزيادة. طبعا ما كانش لازق معايا في الصينية خالص. القاعدة بتاعته لونها تحفة ومن فوق كمان لونه جميل وبيلمع وبسم الله ما شاء الله. كان زي الفل. ان شاء الله تعمليه احسن من ما انا عملته كمان. اللحمة حلوة قوي، مورق جدا. حاولت اوريكم على قد ما اقدر بس كان سخن جدا. مش طري خالص ولا معجن ولا اي حاجة، علشان معلقة السمنة اللي انت بتحطيها بتفرق قوي. بتخليه مقرمش شوية ومش طري ومش معجن ومش ناشف قوي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان اي حاجة انا بنزلها توصل لكم بأمر الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام عليكم.